السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم صادق لورنين. في هذا الفيديو سنعرض لكم البرنامج الكامل لمباريات الجولة العشرون للبطولة الوطنية الاحترافية المغربية. فمرحبا بكم وشكرا على المتابعة. ستنطلق الجولة العشرون للبطولة الاحترافية المغربية إنوي بالمباراة الأولى المقدمة عن الجولة، والتي سيستضيف فيها فريق الوداد الرياضي فريق اتحاد طنجة على أرضية مركب محمد الخامس يوم الثلاثاء المقبل 7 من مارس على الساعة 6:15، نظرا لالتزاماته بمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2023. أما المباراة الثانية للجولة العشرون فستجري أطوارها يوم الجمعة المقبل 10 من مارس، والتي يستضيف فيها فريق شباب السوالم الرياضي فريق مولودية وجدة على أرضية ملعب الرازي ببرشيد على الساعة 6:15 مساء. اليوم الثالث من الجولة العشرون سيعرف إجراء 3 مباريات، والذي يصادف يوم السبت 11 من مارس. المباراة الأولى سيحل فيها فريق أولمبيك أسفي ضيفا على فريق الفتح الرياضي على الساعة 4 عصرا بتوقيت المغرب، فيما المباراة الثانية التي ستنطلق أطوارها على الساعة 8:30 سيحل فيها فريق الرجاء الرياضي ضيفا على حسنية أكادير بملعب الكبير بأكادير. أما المباراة الثالثة يوم السبت 11 من مارس، والتي ستجري أطوارها على نفس الساعة على الساعة 8:30 سيستضيف فيها فريق المغرب التطواني فريق نهضة بركان على أرضية ملعب ثانية الرمل بتطوان. اليوم الرابع والأخير من الجولة العشرون، والذي يصادف يوم الأحد 12 من مارس، سيعرف إجراء أيضا 3 مباريات. أولاها يستضيف فيها فريق أولمبيك أسفي فريق الجيش الملكي على الساعة 4 عصرا بملعب المسيرة بأسفي، فيما المباراة الثانية والتي ستنطلق على الساعة 6:15 سيحل فيها فريق الدفاع الحسني الجديد ضيفا على فريق المغرب الفاسي بمركب الرياضي بفاس. المباراة الثالثة يوم الأحد سيستضيف فيها فريق شباب المحمدية فريق اتحاد تورقة على الساعة 8:30 مساء بملعب البشير بالمحمدية. أما المباراة الأخيرة التي سنعرض لكم في هذه الجدولة فهي المباراة المؤجلة عن الجولة 19، والتي يحل فيها فريق الوداد الرياضي ضيفا على نهضة بركان، والتي ستجري أطوارها يوم الأربعاء المقبل أو بعد المقبل 15 من مارس على الساعة 6:15 مساء بالملعب البلدي ببركان. إذا كان هذا الجدول المفصل للجولة العشرون زائد المباراة المؤجلة عن الجولة 19 للبطولة الوطنية الاحترافية المغربية موسم 2022-2023 فرجة ممتعة، وشكرا لكم على المتابعة.